تخيل معايا صديقي المثقف قاعد على القهوه بتتفرج على ماتش لريال مدريد، وريال مدريد خسرانه 6-0 في الكاس من فريق درجه تانية. انت هتقعد تشتم وتسب في بيريز وتقعد تقول ما هو جايب لعيبه غلط ومهتم بمراكز عن مراكز وسايب الدفاع يضرب يقلب. مره واحده تلاقي عربيه مرسيدس نازل منها بودي جاردات وبيفتحوا الباب وتلاقي قدامك بيريز بيقول لك طب ما تاخد تدورها انت ابو الثقافه. خدتك الجلاله وقلت امسك انا النادي مش مهم يعني. طيب تفتكر انت بقى ابو الثقافه لو مسكت النادي فعلا هتقدر ان انت تعمل نفس اللي بيريز بيعمله، ولا هتؤدي لهلاك النادي زي ما حصل في اي سي ميلان؟ انا مش بقول لك ده علشان اوصلك لاستنتاج ان بيريز ده رجل عبقري وثعباني ومفيش منه اتنين، ولا علشان اقول لك ان انت لما تمسك ريال مدريد هتبقى احسن منه. انا هفهمك المعطيات اللي تعرفك ليه راجل زي مالك نادي نوتنغهام فورست بينزل يتخانق مع اللعيبه ويطرد المدرب ويؤدي الى النادي بتاعه ممكن يهبط الموسم ده، او تخليك مالك نادي زي رايان رينولدز اللي اشترى ويركسهام في الدرجه الخامسه ب 2 مليون جنيه استرليني ووصل قيمته دلوقتي ل 350 مليون جنيه استرليني، ومش بعيد نشوفهم بيصعدوا في البريمير ليج، ومش بعيد كمان نشوفهم بياخدوا البريمير ليج زي ليستر سيتي. في الحلقه دي هقول لك ازاي ممكن تاخد السكه دي او السكه دي، وببساطه هرسيك كيف يدار بيزنس كره القدم. من كام شهر شفنا مروان سري وهو بيحاول يشتري نادي في انجلترا، وكلنا كنا متحمسين للموريسيو ان هو يصعد في يوم من الايام البريمير ليج، وكل اللي بيحبوا الكوره حلم حياتهم في يوم من الايام ان هم يكونوا مشاركين في اي حاجه ليها علاقه بالكوره. ليه يوتيوبر ممكن يدفع دم قلبه ويروح بلد تانية علشان يشتري نادي فاشل؟ وبرضه سنة 2020 الفنان القدير رايان رينولدز صديقي طبعا وروب صديقه، هو مش صديقي انا كمان يا روب، مش صديقي انا كمان، بس يعني بينا في دايرة معارفنا ناس كتير يعني. المهم ان هم راحوا اشتروا نادي واركسهام، وده في الدوري الماليزي، ولا ده الاحتراف الوهمي زي ما كابتن بهاء بيقول. ابو الثقافه انا خايف عليك من جائزه الحب والكنتالوب. لا يا حبوب، ده نادي اتاسس سنه 1864، والنادي كان شبه بيعلن افلاسه وقت ما رايان راح اشترى النادي. دخلوا اشتروه ب 2 مليون جنيه استرليني، وخد بالك هم دول بالنسبه لهم شويه فك، يعني 2 مليون ده رقم كده، بس هم كانوا عارفين كويس قوي هم بيحطوا فلوسهم في ايه. طب هي مثقف غرقوا الفرقه بلعيبه جامده، ولا جابوا ديد بول يروق على الاخصام؟ لا ابو الثقافه عملوا دوكيومنتري بيتعرض دلوقتي على اف اكس، اصلا مش عارف ايه منصه اف اكس دي. والنتيجه كانت بيع تيشيرتات بالملايين، لدرجه ان تاني اكتر تيشيرت بيتباع بعد تيشيرت ليونيل ميسي بتاع انتر ميامي في امريكا كان واركسهام. وجالهم سبونسرز بالهبل، وصعدوا من الدرجه الخامسه للدرجه الرابعه للدرجه الثالثه، ودلوقتي للدرجه الثانيه، ومش بعيد نلاقيهم الموسم اللي جاي في البريمير ليج. يعني فلوس اكتر، منافسه اكبر، وجمهور اكتر. بقى عندهم النو هاو او المعرفه بتاع ازاي اكسب جمهور، والجمهور بيساوي فلوس. خد دي بقى يا صديقي المثقف، قيمه النادي دلوقتي تعدي ال 350 مليون جنيه استرليني، وبرضه لو بصيت هتلاقي ساندرلاند تيل داي اللي موجود دلوقتي على نتفليكس، والدوكيومنتري ده بيشرح ازاي ساندرلاند بيهبط من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه للدرجه الثالثه، وبعد كده يفضل في الدرجه الثالثه ويحاول ان هو يصعد، ومش عارفين هم يصعدوا لحد لما يوصل للبريمير ليج. والموسم اللي جاي اللي هيتعرض قريب بيتكلم عن صعود ساندرلاند للبريمير ليج وجولتهم جوه البريمير ليج. وقيمه النادي الماليه زادت وبدا يجي لهم سبونسرز اكتر، وده خلاني اعرف ان كره القدم مش 22 لعيب و15 واحد قاعدين في مجلس الاداره. انا بكلمك عن اللعبه المفضله والاشهر في تاريخ البشر. دوله زي انجلترا الكوره بتؤثر في اقتصادها اكتر من صناعه وتجاره السيارات، لان الموضوع مش غسيل اموال ولا شركات بتدفع دعايه علشان تتشاف زي فاركو وانبي والبنك الاهلي. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. والمفاجاه ان لما لبست نظاره الثقافه ولا تدور على هل الكوره بتكسب في العالم، والاجابه كانت الكوره بتكسب وبتكسب قوي كمان، بس يدار صح واتقل. هحكي لك، تعال نشوف بقى ازاي ممكن تكسب من النادي بتاعك. سهله وبسيطه، جهز الاكسل شيت ويلا بينا. في موسم 2015-2016 ليستر سيتي حقق المعجزه اللي كلنا نعرفها، وهي انه اخذ الدوري الانجليزي بقياده رياض محرز وفاردي وكانتي والمدرب العبقري رانييري. اللي شدني في القصه دي ان ليستر سيتي ما خدش الدوري علشان الانديه اللي حواليه كانت اضعف منه ومش فايقه. شدني عدد الاصابات اللي اللعيبه اتصابت فيه على مدار السنه، وهي 19 اصابه، في حين ان نادي زي مانشستر سيتي حقق 69 اصابه. والرقم ده يشدك لحاجه مهمه جدا،
اللي بيشد في الرقم ده ان الاصابات بتساوي نتائج افضل، وده بيؤدي الى انسجام اللعيبه، لان اللعيب طول ما هو ما بيتصابش فهو بيتطور، وكل ما كان بيتطور الكتمنس بيزيد وسعر بيعه يعلى، ولما سعر بيعه بيعلى حاجه اسمها المكسب الصافي، وهي ان اللعيب بتاعك يحقق ارباح من غير اي خساره. واللعيب مش هيتصاب يا صديقي المثقف من غير علم واداره فنيه مش مستنيه اللقطه وبتؤمن بالتخصصيه. طب تيجي ناخد مثال محلي على المكسب الصافي عشان تفهم اكتر. ابراهيم عادل، الموهبه المختلفه من جيل 2001، بجانب ان صوته حلو وسمته طيب، ولكن في حاجه مهمه جدا في قصته. انت قلبي وانت روحي وانت عيني، حتى عايز اعيش معاكي اخر سنيني. بتشرح حوار المكسب الصافي. ابراهيم كان بيلعب كرة في الشارع، شاف واحد من عمال نادي المريخ البورسعيدي عمل اختبارات واتقبل في الناشئين، وهوب اتصعد فريق اول وهو 16 سنة. المريخ كسب مرتين، لما باعوا لبيراميدز ولما استفادوا من نقطة إعادة البيع للجزيرة الإماراتي. والناحيه الثانيه المريخ البورسعيدي بيطلب الحصول على 20% من عائد بيع ابراهيم عادل الى الجزيره الاماراتي. وهو ده المكسب الصافي، لعيب من الشارع نبيعه بملايين ونكسب من إعادة بيعه بملايين. مجلس الإدارة الصايع بقى هو اللي بيعرف يكرر المعادلة دي كتير. طيب تتكرر إزاي؟ سهلة وبسيطة، بالعلم والمراقبة والمتابعة. النادي بيحط سيستم يقلل مخاطر الإصابة ويزود في عملية إن أنا أكتشف لعيبة موهوبة كتير، وكمان النادي بيحط سيستم يقلل من التصرفات الغبية لبعض اللاعبين أو أولياء أمورهم، وكمان بيحط سيستم بيقلل من مخاطر كبرياء الإدارة الفنية. خروج ابو كونيه ونزول هاني سعيد، هل حضرتك تحافظ على المكسب؟ يعني ليه، ايه سبب التغيير ده؟ ما نزلش احمد جعفر ليه؟ تحافظ على النتيجه اكتر واكتر. انا حر. المدربين في مصر بيكرهوا حاجه اسمها العلم، وبتوع العلم بتعفرتهم حاجه اسمها العشوائيه، والحقيقه ان الدمج بين الاتنين بيكون في مصلحه اللعيب وبالتبعيه بتكون في مصلحه النادي. يعني العلم مش بيقول لك ان اللعيب ده رجليه تتلف في حرير، ولا بيقول لك ان لمسته حلوه، بس العلم بيقول لك اللعيب ده مؤثر ولا لا، اللعيب ده بيجري ولا لا، اللعيب ده هيتصاب ولا لا. تخيل الفخفخينه دي ممكن تعمل ايه؟ الفهلوه ممزوجه باداره مصحوبه بالعلم. يا نهار ابيض، تعمل لك محمد السادس مستريح اللي بتطلع لعيبه تبيعهم لاوروبا زي نايف اكرد ويوسف النصيري وياسين بونو. احنا بقى في مصر عندنا كام لعيب مكسب صافي؟ مفيش. ليه؟ علشان الفهلاوي بيخاف دايما ان هو يتكشف، فبيختار اللعيب الجاهز او اللي بيدفع اكتر علشان ما يتكشفش ومحدش يقول له انت بتعمل ايه. وطبعا اللعيب اللي بيشتريه جاهز ده علشان ما عندوش حد في الجهاز طبعا عنده علم عن ازاي اللعيب ده ما يتصابش او ازاي اقلل من مخاطر ان اللعيب الغبي ده ياخد قرارات ممكن تؤدي الى هلاك النادي، فبيعمل حاجه من الاثنين، يا اما بيتصاب يا اما بيبطل كوره، والنادي كل الفلوس اللي بيدفعها بتؤدي الى خساره بس. واربط حزامك وتعالى نركب الطياره ونطلع على الدوري الالماني لشركه اسمها دي اف ال. شركه دي اف ال دي هي اللي بتوزع حاجه اسمها حقوق البث على جميع الانديه بالتساوي، حاجه كده اسمها البيعه الجماعيه. فهمت؟ هبسطها لك، الفلوس بتخش خزنه واحده اسمها دي اف ال، بتتوزع حسب ايه بقى؟ هي دي السالفه، زي ما اخواتنا في الخليج بيقولوا. هتقول لي يا صديقي المثقف الدوري الالماني يعني بايرن ميونخ، يعني اكيد بايرن ميونخ مستحوذ على كل حاجه وواكل الاخضر واليابس. اتقل يا ابو الثقافه، الموضوع مش زي ما انت متخيل. اخر مره اشرب قهوه في الفيديو لان صوتي كله باظ، ابقى اشرب بقى ينسون مش تطلع مثقف اشرب قهوه يعني. شركه دي اف ال يا صديقي المثقف مش بتوزع النسب على حسب النتائج بس، ولكن بتوزع النسب كمان على حسب انت بتطلع كام ناشئ، وعلى حسب الناشئين اللي موجودين عندك في الفرقه بتروق عليك. حسب احصائيات كيكر نادي بايرن ميونخ بياخد 90 مليون، اللي وراه على طول بروسيا دورتموند بياخد 80 مليون، لو نزلنا لتحت شويه لانديه زي لايبزيج وليفركوزن هتلاقيهم بياخدوا 78 مليون 77 مليون، يعني الفروق بسيطه جدا. طيب تاخد اكتر؟ أندية نص الدوري زي ماينز بتاخد 52 مليون. مش محتاج أقول لك في مصر ماشية إزاي، لأن سنة 2022 الأهلي كان بياخد 100 مليون، الزمالك كان بياخد 40 مليون، بيراميدز أخد 22 مليون، وأندية زي الاتحاد والمصري أخدوا 15 مليون جنيه مصري. يعني شوية فكة، وهي الأرقام دي فكة أبو الثقافة؟ أقول لك لما نادي زي الاتحاد قيمته السوقية تعدي المليون دولار علشان بس يفضل في الدوري، فأكيد مش هيغامر في ناشئ ويستثمر فيه في منافسة شرسة مع الأندية اللي حواليه اللي عمالة تصرف وتكلف. طيب ليه ما يغامرش؟ ليه ما يجربش؟ علشان في قاعدة مهمة جدا في إدارة البيزنس، وهي الكاش ملك، وأكبر بلقاية أو كاش بيدخل للنادي مضمون بيكون من حقوق البث. فببساطة مش هغامر وهشتري دايما لعيب جاهز، واللعيب الجاهز ده ممكن ان هو يتصاب ويؤدي الى خسارة بس، فبتؤدي في الاخر الى ان النادي بيفقد المنافسة، بيخسر فلوس، بيتداين،
وبيفضل ماشي في نفس الدوامه دي، وادينا شايفين في الدوري انديه جماهيريه عامله ازاي. طيب بما ان المدخولات قليله بحجم اللي بيتصرف نعمل ايه؟ ده كده استثمار خسران اكيد. الاجابه بسيطه جدا، تخلق جمهور يحبك ويشاركك الرحله، ومنها بيجي لك الرعاه زي ويركسهام وزي ساندرلاند، وزي ما مروان سري حاول يعمل ولكن ما كملتش لان كلنا عارفين السبب. بجانب الاستثمار في قطاع الناشئين علشان تكتر من عملية المكسب الصافي، وصدقني الموضوع مع السكاوتينج وتحاليل الأرقام الموضوع ما بقاش صعب خلاص. بص، هو ازاي بيتم اختيار اللعيبة عشان تديلي المزايا بتاعت انه انا بستثمر في لعيب بفلوس فهتدر عليا دخل كبير. خلينا نحكي شوية في موضوع السكاوتنج. موضوع السكاوتنج ده هو بحر كبير شوية وحاجة فيها تفاصيل كتير، لكن الملخص بتاعها ان انت بتختار لعيب على معايير منهجية ثابتة، بتتابعه الفترات، بتتابعه مش بس المردود الفني، ده انت بتشوف حاجات زي البدني بتاعه عامل ازاي، الوضع النفسي بتاعه ازاي، المحفزات، الوضع الاجتماعي ازاي، الدعم اللي حواليه ازاي، استمراريته، البيئة لو اختلف البيئة اللي هو شغال فيها اختلفت بنفس مستواه، مستواه زاد، مستواه قل، فانت بتقيس حاجات فيها تفاصيل كتير جدا. عشان ايه؟ انا هدفع واحد فانا هستفيد باكتر من الواحد ده، وهضيف عليها في اعاده التدوير، او ان انا مثلا اللعيب ده قاعد عندي سنتين او 3 فادني بشكل قوي جدا، وبعدين خرج اللعيب ده فانا استفدت بفكره الاستثمار، ان انا استثمار، جبت لعيب بتمن، بعته بفلوس اكتر، جبت لعيب مكانه اداني نفس المنتج، بعته بفلوس اكتر، فيبقى انا قدرت فريقي او ناديه بشكل فيه استراتيجي، عرفت ان انا اعمل حاجه للمستقبل، عرفت ان انا استفيد بشكل لحظي من الفنيات بتاعه اللاعب، عرفت ان انا اوفر فلوس كتير جدا كانت بتجيلي من قرارات خطا، ان انا بدل ما كنت بختار لعيب، او بدل ما كنت انا بختار 5 6 لعيبه يطلع منهم لعيب كويس، فانا بختار من كل 10 لعيبه 7 أو 8 لعيبه كويسين، وممكن النسبه تزيد كمان شويه لو انت عندك الديبارتمنت ده شطار قوي. كمان استفاده بالماديات دي قصه موجوده جدا، ان انت تجيب لعيب في الكاتيجوري بتاعك بالفلوس بتاعتك وبعدين تبيعه لاماكن اعلى فتستثمر، فيبقى في فلوس موجوده فتروح تعوضه فيفضل معاك بقيت فلوس، فيبقى مشهور عنك في وسط الانديه اللي اعلى منك في الكاتيجوري ان انت بتطلع لعيبه وبتصدر لعيبه بشكل ما، فالانديه دي تبص عندك على اللعيبه بشكل اكتر، فانت تستفيد ماديا بشكل كونتينيوسلي، بشكل مستمر. مفيش حاجه في الكوره دلوقتي بقت عشوائيه خالص، كل حاجه في الكوره بتمشي بمقادير معينه وبشكل معين. فالسكاوتنج من الحاجات اللي هي على قد ما هي فيها تفاصيل، وعلى قد ما هي ممتعه جدا، وعلى قد ما هي حاجه مؤثره جدا. مؤثر القصه دي جدا في الاستراتيجي بتاع النادي، ومؤثر القصه دي جدا في الماديات، ومؤثره تقريبا في الصناعه بشكل كامل. الفكره ان انت تصرف صح للشخص الصح وتعرف تسايس الاداره الفنيه. المشروع ده اقتصاديا زي ما قلنا في انجلترا ممكن يكون بيحقق مدخولات اكتر بكتير من صناعه وتجاره السيارات. والفكره ان الدوري الانجليزي ده من 50 سنه كان حاله يصعب على الدوري الاثيوبي، الدنيا كانت بايظه وملاعب كانت بتتحرق وجمهور بيموت وانديه فاشله. يعني لو اتفرجت على ماتشات في الدوري الانجليزي من 50 سنه او 60 سنه هتشوف حاجه في قمه العك الكروي. واحقاقا للحق الدوله بتحاول ان هي تحسن على قد ما تقدر من البنيه التحتيه ومن الاداره الفنيه ومن الناشئين، بتحاول تعمل كل حاجه، ولكن الموضوع بيحتاج وقت وسياسه، زائد ان مفيش المينتاليتي زي ما مو صلاح بيقول اللي طبق السياسه اللي الدوله عايزه تنفذها. ما اتمرناش جامد هنا منتلي، ما فيش حاجه عندنا اصلا، ما اتعلمناش في السكول حاجه في المدارس حاجه زي كده، فاحنا ضعاف شويه فيها. وده اللي يخليك تفهم ليه واحد زي نادر شوقي واحد من افضل الوكلاء في اداره اللعيبه في مصر، وعنده شركه اداره للانديه الصغيره كده، يخليه هو يمسك رئاسه نادي في الدرجه الثالثه، ومش بس كده يكون شريك فيها. الف مبروك يا كابتن نادر، بالتوفيق ان شاء الله في القادم باذن الله. شرفت. وفي وكلاء كتير جدا على فكره شاريين انديه درجه ثالثه او اسهم الانديه درجه الثالثه ب 12 و15 مليون، يصرف 12 مليون في السنه ويبيع النادي لما يصعد ب 30 و40 مليون، لان هو بيستفاد من حقوق بس الدوري الدرجه الثانيه، وبيستفاد من بيع اللاعبين لدوري الممتاز وما دون ذلك. فالكره في مصر بتكسب بس تديرها صح، وده اللي هيودينا للفصل الاخير، وانا اسف ان انا مطول عليك يا ابو الثقافه. أكاديمية جالسن فود دي كانت أكاديمية في السنغال، بدأت كأكاديمية، صعدت للدرجة الثالثة، بعد كده الثانية، بعد كده الأولى، لعبت كونفدرالية وكسبت كأس السنغال كمان. الاستثمار في أندية الدرجات الأدنى
اشبه بالاستثمار في الذهب حرفيا، بس محتاج حاجه واحده بس، التخطيط السليم. والتخطيط دايما بيبدا من الاستراتيجي مع شخص بيفهم ازاي يطبق السياسه دي. صدقني لو كان الاستثمار في الدرجات الادنى مش مربح ما كناش شفنا انديه زي وادي دجله موجود لحد دلوقتي، ما كناش شفنا انديه زي مودرن سبورت، زي زد، زي انبي. وبالمناسبه الانديه دي بتكسب ليه؟ علشان هم عاملين سيستم بيعرف يخرج المكسب الصافي وبيستفادوا من حقوق البث. أعلن رجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي عن أن قيمة بيع نادي الأسيوطي لشركة سعودية صلة بلغت ما يقرب من 5 مليون دولار بما يعادل 90 مليون جنيه، إضافة إلى 500 ألف دولار قيمة تأجير الإقامة داخل المنتجع الأسيوطي في الموسم. وتتضمن الصفقة بيع فريق الكرة فقط دون التطرق للقرية السياحية التي تحمل الاسم نفسه أو ملعب النادي. في انجلترا مثلا مكافأة الصعود بتعدي 100 مليون جنيه استرليني. نادي زي نورويتش سيتي عايش على الهبوط والصعود، هبوط وصعود. بعد ما لفينا في ويركسهام وليستر والمانيا والسنغال والدوري المصري فهمنا ازاي نقدر ندير بيزنس كرة القدم. اي بيزنس في الدنيا هو البيزنس اللي بيقدر انه يستمر لاطول فتره ممكنه ويتعامل مع كل المشاكل اللي موجوده، وده مش هيحصل من غير ما يكون عندك شعبيه، والشعبيه مش هتحصل غير لما تكون قريب للجمهور. وعلشان تبقى قريب للجمهور محتاج تبقى عندك سياسه واضحه في التنفيذ، تجربه فعلا الناس تحترمها زي جيلسون فوت ما عملت، او زي ما ويركسهام عملت وبتكسب منها كتير، او زي ما ساندرلاند هبطت من للدرجه الثالثه ودلوقتي هي في البريمير ليج وقيمه النادي تضاعفت 120% تقريبا. الكره مش 22 لاعب بيجروا ورا بعض، ولا 8 لعيبه لمستهم حلوه و2 3 مدافعين طوال. دي صناعه كامله، واهم عنصر فيها هو اللاعب، واكتر واحد بيتضرر فيها هو اللاعب. وطبعا رئيس النادي اللي بيحط فلوس كتير جدا على امل ان هو يكسب. اتنين زي رايان وروب اللي اشتروا ويركسهام ما اشتروش نادي، هم اشتروا قصه، اشتروا مجتمع، اشتروا محتوى، وبالتبعية اشتروا جمهور من خلال مسلسلهم ويلكم تو ويركسهام. والقيمة السوقية تضاعفت بالشكل الضخم اللي أنا حكيته لك ده مش سحر، ده بيزنس موديل، نموذج عمل واضح ازاي أكسب من النادي بتاعي. أي حد مش عاجبه الكلام بتاعي يشرب من أي خرارة. شكرا لك. طب ايه الخلاصه؟ الكرة فلوس، بس فلوس للي بيفهم. عندك بيع لعيبه، عندك رعاه، عندك حقوق بس، عندك سبونسرز، عندك اكتر من نموذج عمل انت مش متخيله. لكن كل ده واقف على كلمه واحده بس هي اللي انا بكررها طول الحلقه، وهي السيستم. من غير سيستم الفلوس بتتبخر حتى لو معاك 100 مليون جنيه، لان ببساطه هتصرف 100 مليون و10. فالانديه بتتدين، واي مشروع من غير سياسه واضحه على ارض الواقع وتنفيذ بينهار. والدليل على كده ان انت عندك نادي زي اي سي ميلان قصه انهياره كلنا نعرفها، ومانشستر يونايتد اللي كانوا بيدوروا على المكسب قصير المدى عن المكسب طويل المدى. فلو فكرت يعني تشتري نادي في يوم من الايام ارجع للفيديو ده، وصدقني يا صديقي المثقف اللي بيكسب الجمهور بيكسب اللعبه. سلام يا ابو الثقف.